يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين. شايفين بقى الحلاوه اللي قدامكم دي؟ هعملها لكم النهارده بطريقه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. حاجه بقى فاخر من الاخر، بس اهم حاجه قبل ما كل حاجه كده تصلوا على الرسول وتوحدوا الله كده وتبدأوا في الفيديو بتاعنا والقمر ده. بصوا خشوا على الطريقة بقى الحلوة دي. شوفوا هنعمل الحاجات الجميلة دي ازاي. بس اهم حاجة تحط لايك وتعليق حلو من بقك الجميل ده. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. نخش على الفيديو بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. طبعا النهارده هنعمل مع بعض بقى وصفة حلوة قوي للكرشة. طبعا الكرشة اكتر الناس مش بتحبها، وفي ناس كتير بتعشقها. طبعا اللي بيعرف يطبخها صح هو اللي بيحبها. هنعمل بقى التومة كده زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب التومة كده في الخلاط، في الكب قصدي. يعني هندق التومة كده وننزل بيها على حتة سمنة وحبة زيت، وبعد كده هنديها تحميرة بسيطة كده، ونحط الصلصة بتاعتنا، ونحط التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشوية من السكر كده علشان الطماطم، حموضة الطماطم. هنسيب التسبيكة دي تتسبك معايا لما تنشف خالص كده. بقى غاسلين الكرشة بقى ومقطعينها قطع صغيرة كده، وغاسلينها بقى ونقعينها في ملح وخل وليمون ودقيق، مظبطينها ملهاش اي ريحة ولا اي حاجة. تشم الريحة بتاعتها بصراحة يهون عليكي تاكليها كده إيه نية يعني. بصراحة تحفة كده يعني، متظبطه جامد. هنا بقى هشوحها تشويحتين 3 كده في الصلصه بتاعتنا الجميله دي. هسيبها بس تغلي مع بعضها كده لما احس انها تكتكت في الصلصه كده. هنا بقى لحمه راس عملت لها برضو تومه وحبه من الصلصه كده، يعني معلقتين كده من الصلصه. هعملها شوربه بس الاول. بصوا بقى، بصوا بقى الحلاوه بتلغلغ كده بقى في الصلصه بتاعتنا كده. هنا بقى عملنا جنبها شويه رز بشعريه. عايزه تعملي بقى رز ابيض اللي انت عايزاه اعمليه، بس احنا عملنا رز بشعريه كده زي ما انتم شايفين. نزلنا بقى حمرنا الشعريه بتاعتنا ونزلنا على الرز بيها كده وقلبناهم في بعض، وبعدين حطينا الميه طبعا والملح. تمام. خليكم معايا بقى لو وصلتوا لحد كده، ما تنسوناش في اللايك. هنا بقى خلصنا الاكل بتاعنا وحمرنا بقى لحمه الراس. زي ما انتوا شايفين كده، حاجه بقى فاخر كده من الاخر. لحمه الراس بقى شوحناها الاول كده في ميتها، وبعدين كبينا الميه، وبعدين عملنا لها تومه بطماطميه صلصه كده وعملنا عشان هنشرب منها شوربه. تمام. وبعدين حمرناها بقى كده على الاكل زي ما انتوا شايفين كده. منظرها بقى تحفه بجد جميل. مستويه بقى معايا بقى كده. وبصوا يعني حاجه كده فاخر من الاخر. تحفة بجد. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ال الكرشة بقى بتاعتنا اتسبكت بقى وطابت كده، وشايفين اللون بتاعها حاجة بقى جميل. كانت تحفة والله العظيم، مش بكتب عليكم. طبعا غرفنا بقى الاكل بتاعنا كده النهاردة كده زي ما انتوا شايفين. يعني بغرف معاكم وبوريكم. بصوا شفتوا المنظر والله العظيم تتاكل حاف. الله تحفة بجد خطيرة. استنوا بقى ما اجيب لكم حبة رز بشعرية كده جنب الاكل. حاجة بقى كده الاكل بتاعنا النهاردة جميل جدا. وفضلنا ناكل لما والله العظيم ما تبقاش خالص. اه حاجة بقى. بصوا بقى كده، وتاكلي بقى بالهنا والشفا كده. يلا بقى سلام، اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.